الخير على احلى فانز في الدنيا. معلش انا اتاخرت عليكم النهارده عشان كان عندي غسيل ومسح. أهلا بحضراتكم فيلم جديد نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأرجو لكم الاستمتاع بملخص الفيلم والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. سلام. بيبدأ الفيلم مع ديفي ده بطلنا النهاردة، ودي كمان شينا دي دكتورة نفسية. الواد ده مهمل وتافه وملوش ريحة اللازمة. خد صاحبه وعروسة صاحبه عشان يروح يجوزهم غصب عنه أمها. قابل هناك صاحبتها شينا الدكتورة النفسية، أعجب بيها طبعا وخدهم على المعبد، لكن شينا قرفانة منه وكلم مامة العروس وقال لها تعالى أنا بجوز بنتك، ودي بنت جميلة جدا اسمها جانكي، كل ما تقابله تاخد منه فلوس تبرعات. وراح المعبد، الكاهن بيقول له فين عقد أنا الجواز؟ نسيت. وبعد كده حدفوا لصاحبه بيقول له انت جايب مامتها هنا عشان تفركش الجوازة ولا ايه؟ قال له بس يا هبل، دي المتعة كلها بذاتها. العروسة قالت له بشكرك ان انت جبت امي تحضر فرحي غصب عنها. وهنا شينا قالت له انا بكرهك، انت راجل مقرف وتافه. وام العروسة قالت له انا عضوة في البرلمان وهنفوخك. قال لها اسكتي يا ام فاروق. قابلته جانكي وبتاخد منه تبرعات تاني. راح المعلمة شينا في المطعم بيفرض نفسه عليها. قالت له يا عم ابعد عني، انا اتخنقت من وش اهلك. قال لها انا مش عاتقك ومش هسيبك. في الوقت ده كان في شباب عمال يعاكس في بنات وسابته ومشيت، وكانت هتديله بالقلم على وشه. قالت له ابعد عني يا تافه. دخل المطعم تاني، فضل يضرب في الشباب اللي بيتفرج على البنات ما بتعاكسوا. قال لهم انتوا قاعدين كده طرابيش. جاله بقى الشاب اللي بيعاكس نفسهم، قالوا له ما تقعد في جنب. قال له طب تعالى وفين يوجعك، واداهم علقه متينه. هنا هو عمال يضرب، جت الشرطه وقبضت عليه. وهنا الفيديو انتشر على السوشيال ميديا زي ما احنا عارفين، وشينا شافته وقال ايه اعجبت بيه. والظابط بيقول لها ايه يا جميل؟ قالت له انا جاي اطلعه من هنا، وفعلا كتب له خروج. وهو واقف لقى ابوه داخل بالموتوسيكل او العجله. خد الحزام من بنطلون الظابط القايش وقعد يضرب فيه، وبعد كده خده وراح يسهر معاه ويشرب خمره. عائله مجنونه جدا. هنا اداها ورقه وقال لها خليها معاك. بتقرا الورقه مكتوب فيها روحينا على البيت. راحت على البيت لقت ام الواد ديفي برضه مجنونه زيهم، وبتديها خمره وبتشربها لابنها وهو نايم. هنا شينا لقت شويه شهادات كده وتقديرات ان هو واد متفوق. بدأ يشغل بالها وبدأت تتعرف عليه أكتر ويقربوا من بعض أكتر. وهنا المعلم أبو شينا لما راح المعلم دي بيقابله عشان يتجوزها، قال له أنت سبت 32 وظيفة ليه؟ قال له عشان مش لاقي الشغف يا جميل. قال له طب تمام أوي، تعالى بقى عشان إيه تعرف على البيت عشان أنت هتعيش هنا معانا وشكلك مبلط في أمها. قال له الزم حدود. وجرت وراه شينا قالت له لازم تشتغل من بكره. قال لها من بكره اكون شغال، واشتغل في معمل تحاليل فعلا ونفذ اللي هو قال عليه، وعمال يرقص معاه ويايس دانس مانس. ما كانوش بيفترقوا عن بعض خالص. هنا جابت له هديه سلسله جميله قوي اتبسط بيها قوي قوي قوي. تاني يوم راحت له وعرفت ان هو ساب الوظيفه. زعلت منه جدا وقال لها اصل انا ما لقيتش الشغف فيها. قالت له بقى انت معتمد على وظيفته وعلى فلوسي، احنا كده مش هنعرف نكمل مع بعض، شوف لك سكة تانية يا باشا. قال لها اذا كانت مهمتك الفلوس وهمك انت الفلوس، من بكرة هيكون شغفي هو تحصيل الفلوس. اي خدمة يا جميل، وبعدي عني بقى الفترة دي لحد ما اوريك واثبت لك انا مين. وسابها فعلا. وبعد سنة وهي في اوروبا وابوها بيقول لها لازم تروح محطة القطر تستقبلي ايمانشو ابن صاحبي ده العريس الجديد، لو سمحت روحي قابليه. وهي زعلانة برضه راحت تقابله. طلع هو ده ايمانشو، طلع ظابط. زي ما احنا عارفين لازم يطلع ظابط عشان ديفي هيبقى حرامي. قال لها انا كمان مش عايز اتجوز. وفضلوا يحكوا لبعضيهم، تقول له على ديفي هيقول لها في واحد مجنني حرام ومبهدلني اخر بهدله مش عارف اقبض عليه. قال لها ما تشيليش هم، كده كده انا مش هتجوزك. وفعلا كان ظابط ملتزم جدا ومتفوق جدا جدا في شغله، لكن في حرامي مبهدله. من الحرامي ده انا قلتلكوا عليه وكسرت المفاجأة، اللي سرق 700 مليون روبية. هو ده اللي مكسر الدنيا، المقنع ديفي المقنع الجديد. واللي فات متاهات واللي جاي صدمات. وهنا الظابط عمال يشرح
لرؤسائه هنعمل ايه ونجيبه منين. وهنا يوم عيد الأضحى والناس بتصلي والمعلم ديفي رايح بمهمة سرقة. شافوا إيمنشو الظابط وقعد يجري وراه واداله طلقة في كتفه. هي دي؟ أيوة هي دي. خد الطلقة وكمل برضه وعدى من قدام القطر، شغل جرافيك كله. وهنا بعت للمعلم إيمنشو هدية، بعت له هدية القناع بتاعه وقال له الراجل ده أنا هسرق منه 500 مليون روبية. بحثوا عن الراجل ده لقالوه ساعي. ازاي ساعي ومعاه 500 مليون روبية؟ قالوا له باشا انا فقير وكحيان وقاعد قعدة العزاب قعدة المساجين. قالوا لي سيبوه يا جماعة يمشي، بس طلعوا راقبوه. طلعوا وراه وفضلوا يمشوا وراه فعلا عشان يراقبوه. رايح مكان الفلوس عشان يطمن عليها، لقى المعلم ديفي مستنيه هناك. قال له اهلا يا حباظلم، وضربه وخد الفلوس. فاق من النوم والغيبوبة لقى فلوسه اتسرقت. قال له ما قلتليش ليه من الاول انها فلوس الوزير ده؟ الوزير بيتكلم. قام جاي إيمنشو ضربه هو كمان. قال له يلا يا فاشل. اتصل بيه المعلم ديفي وعمال يغيظ فيه ويفرقع فيه، وإيمنشو هيتجنن. إيمنشو قال له انا هقبض عليك. قال له يا عم ده لو حضنتك مش هتعرفني، ما تبقاش لوزر. وقعد يكرر له الكلمة دي. وهنا إيمنشو عمال يبحث عن الكلمة دي، عرف انها رحلة لبولندا. كده خلاص عرفنا القصة فيها ايه. هو هنا لسه بيحكي مع المعلمة شينا وعمالين يضحكوا ويتكلموا في مشاكلهم. بيبصوا لقى واحد بيخبط على كتفه وبيقول له لو سمحت فين عنوان الدكتور ده. وشافته المعلمة شينا لكن ولا يعرفها. راحت للدكتور قال لها ده فاقد الذاكرة، ما يعرفش حاجة خالص عن تاريخه. قالت له ممكن اخده عندي البيت؟ قال لها ما عنديش مشكلة بس حافظي عليه. دخلت عليه وهو ولا هو هنا ديفي في غيبوبة. وهنا عمال يكلم الدكتور جانتي ويشكره ان هو زور له التقارير الطبية، وراح معاها البيت وقابل ابوها. وفي الوقت ده قابل مين؟ قابل إيمنشو الظابط، وفعلا خده بالحضن عشان يفتكر الكلمة اللي قالها له لو حضرتك برضه مش هتعرفني. وهنا المعلم إيمنشو بيقول لهم الخبطة الجاية للواد ده هيكون شيفي، ده اللي عم وزير الداخلية وهيكون في بولندا كمان يومين، لازم نلحقه. وهنا المعلم شيفي داخل المستشفى تعبان جدا وبيعملوا عملية. للأسف بيبصوا لقوه مات. جاينت الدكتور بيقول انت مت قبل المهمة؟ لا، قام فجأة، ما كانش يعرف انه يقدر يكتم انفاسه 15 دقيقة، سمكة في مية. وقتل الدكتور جاينت عشان مش راضي يقول له مين اللي بيعمل كل المصايب دي. هنا المعلم ديفي عمال يرتب للمهمة الجديدة، والظابط في كل الجرايد بيقول له انا هقبض عليك، وعمال يضحك ويسخر منه. وبيكلم الظابط وبيقول له صدقني انت مش هتعرف تجيبني ابدا. هنا عرفوا مكان المكالمة وقدروا يحاصروه. وقف المعلم ديفي وحاطط ايده على دماغه وقال لهم انا هموت نفسي. قالوا له استنوا يا جماعة ارموا اسلحتكم، ونط في المية وخلص. ده مش مية، ده طلع نط على اتوبيس، ودي كانت المفاجأة. لقى المعلم إيمنشو السلسلة اللي وقعت منه وابتدي يعمل عليها بحث. وهو راكب هنا مع الواد شيفي وعم وزير الداخلية. قال لهم ما تقلقوش. والمعلم ديفي سهران هنا مع إيمنشو في البيت وعمال يسكره ويخليه يسكر عشان يعرف كل حاجة عن المهمة اللي جاية. وعزموا على الحفلة اللي هيكون فيها المعلم شيفي وعمه، اللي بيخطط فيها الواد شيفي لضربة كبيرة جدا وسرقة كبيرة. وخبى المسدس هنا وخبى الطلقات في صباع الروج، وحط الحاجات دي في شنطة المعلمة شينا وهي ماشية معاه. جايين يتفتشوا، طلع إيمنشو قال لهم لا يا جماعة تابعي. وفعلا دخلوا. وهنا شاف المعلم شيفي قال له وعيتك تين يا شيفي. شيفي خد بعضه وراح بقى في الاجتماع عشان يظبط الدنيا، وخد دي في الطلقات وحطها في المسدس بيجهز نفسه للمهمة. فهنا الدنيا زاطت وباطت والعملية خلاص أوشكت على الانتهاء. اتصلوا المعلم إيمنشو وقالوا له السلسلة دي بتاعت شينا الدكتورة النفسية. هنا عرف إن المعلم ديفي هو اللي عليه العين، والمعلم التاني شيفي قاعد بيعمل الصفقة الجديدة. رمى المعلم ديفي قنابل مسيلة للدموع، قنابل غاز. دخل عليه إيمنشو وماسك البت شينا، هدده إنه هيقتلها. قال له بص في عيني اتأكد أنا هقتلها فعلا. وهي عمالة تبكي وزعلانة قوي من اللي بيحصل. نط من فوق وهو ماسك خرطوم الحريق، ونط ركب الأتوبيس، معرفش عملها ازاي بس عادي، خليكم معايا.
وكسر الدنيا وفجر الطيارات وظبط الدنيا كلها. ازاي ما اعرفش، بس خليكم معايا. بيعدي من على الكوبري قال لهم ميلوا يا جماعه عشان ما عملش حادثه. نط في الميه ازاي ما اعرفش، بس خليكم معايا. وهنا فعلا طبعا ما غرقش. يغرق ازاي؟ وابوه هنا فضل يحكي للمعلمه شينا بقى القصه جت ازاي. قال لها ابني ماشي بيجيب بوكيه ورد، لقى 2 ميتين منتحرين. وافتكر البنت شانك الطفله اللي كانت بتديله او بتاخد منه تبرعات ان هي كان عندها مرض كبير جدا، مرض سرطان، واهلها حاولوا يجيبوا فلوس عشان يعالجوها لكن ما عرفوش، وللاسف عشان كده انتحروا وماتوا. من ساعتها المعلم ديفي كل همه ان هو ينقذ الاطفال دي، وحاول هنا يلم اي فلوس عشان يعالجها. جري خد شيك من والده عشان ياخد فلوس، وباع عربيته كمان وخد فلوسها، وراح للمعلم شيفي قال له محتاج فلوس عشان علاج كذا كذا البنت جانت دي. طبعا اداله 100 روبيه وقال له امشي اطلع بره. قال له 100 روبيه هتعالج جانكي؟ منك لله انا مش هسيبك، متشكر جدا. وراح للست اللي هي ام العروسه اللي جوز بنتها من وراها، وقعد يبص رجليها، اداته الفلوس وعالج البنت، واتبسط جدا جدا ساعتها، وحس كده انه عمل شيء كبير قوي. وبسمة البنت لما بصت له وضحكت خلته بكى من قلبه. وطلع من المستشفى او من الغرفه لقى اطفال كتير محتاجين العلاج. وجانتي هنا الدكتور اللي مات في المشهد اللي فات بيحكي له بقى عن القصه كلها. ساعتها قرر ان شغفه وحياته هتكون ان هو يساعد الاطفال. وبعد ما هرب هنا عمال يرقص، وإيمنش بيقول انا هقبض عليك. قال له ده عنده مترتل كبير. الصفقه الجايه والقصه اللي يوم 14 الساعة 12 وهندق فلوس الحزب. والمعلم شيفي هنا خايف على فلوسه، بيبص لقى القناع قدامه هو ورجالته، ودخل ديفي قعد يخبط فيهم ويكسر فيهم ويعجن فيهم، واداهم على الأماتين اللي رموه رمية من فوق فقد الوعي. الواد هنا شيفي بيحسبه مات، لا قام تاني وقعد يضرب فيهم، وقام جاي شد وزق قال له انت فاكرني؟ انا اللي جيت قلت لك على البيت جانكي وانت ما رضيتش تعالجها واديتني 100 روبيه ولسه في جيبها هي. وقعد يضرب فيهم ويكسر في عظامهم، وقام جاي ماسك المعلم شيفي راميه من فوق مخلص عليه واتكهرب ومات. وهنا المعلم شيفي مات خلاص وانتهى، وديفي خد الفلوس واداها لابوه وقال له اطلع بها من هنا وانا هاجري من هنا ضل للحكومه. وهو بيجري ده طلعت الاطفال لظابط ما قدرش يضرب نار عليهم. وهنا الدكتوره بتاعتهم قالت له احنا جدا جدا بنشكر ديفي لانه بيساعدنا. وهنا عم الواد شيفي بيلطم على وشه وقال لي منشو سيب القضية، أنا كلفت بقى ظابط جديد. منشو بيبص لقى المعلم ديفي لابس الظابط وقال له الشغف متواصل. ودي كانت نهاية الفيلم، أرجو لكم الاستمتاع بالملخص والتعليق عليه، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. دمتم في رعاية الله. باي يا بشر.